سلام حبايبي، معاكم سامح من فلوريدا. وإيلون ماسك قال لهم تسلا العربية الغلط اللي انتوا نقيتوها علشان تعملوا بها الانفجار. ليه كانت العربية الغلط ان ينقوها يعملوا بها الانفجار؟ اسمع معايا. تسلا موديل 25 اللي هي السايبر تسلا، العربية التراك الجديدة. انا كان جالي ايميل دعوة ان انا احجز من 6 اشهر الموديل السنة دي $67,000. تبدأ الاسعار من هناك. دلوقتي هحط لكم على الشاشة، هتشوفوا سعرها السنة دي موديل 25 بادئ من $74,000. ده تمنها. الحاجة التانية، هتشوفوا الصورة العربية شكلها ايه قبل الانفجار، ودلوقتي هتشوفوا العربية لما حصل الانفجار النار طالعة منين. هتلاقوا النار طالعة من فوق والنار نازلة من تحت. لكن بصوا بقى بعد الانفجار العربية شكلها ايه. البادي بتاعها زي ما هو، العربية حتى ما ملتش على جنبها، العربية ما اتفرتكتش، العربية ما حصلهاش اي حاجة. ليه بقى ايلون ماسك قال لهم انتوا لقيتوا العربية الغلط؟ لان العربية تسلا سايبر تراك الجديدة مصنوعة من مواد خاصة مقاومة للانفجار، والسمك بتاع المعدن اللي فيها 2 ملي، عكس كل العربيات اللي في العالم كله سمكها اقل من ملي، دي 2 ملي. فقدرت بقوتها وقوة ومتانة التصنيع بتاعها والهيكل الفولاذي بتاعها ان هي تخلي الانفجار يبقى محصور جوه العربية. ما طلعش بس الانفجار قوته غير من اضعف نقطتين. شنطة العربية لفوق طلعت منها نار، وتحت برضو نفس الشنطة لما هي اتدمرت النار طلعت لفوق وتحت. ليكوا تعرفوا الانفجار الشديد دوت حتى الازاز بتاع فندق ترامب اللي كانت واقفه قدام العربيه ما اتكسرش. فده انفجار من نوع تاني. اي انفجار في عربيه بيدمر ازاز لكذا متر، وناس بتصاب اصابات شديده. اصيبوا 7 بس كانوا واقفين جنب العربيه وقت الانفجار، لكن مفيش اي حاجه طلعت من العربيه دمرت المباني حواليها او كسرت ازاز. وتسلا العربيه الغلط لو حد بيفكر يستخدمها في الانفجار.